بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا. الآية الشاهد أنه ما يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر قنطا، هذا شأنه، وهذا شأن الإنسان الذي موصوف بهذه الصفات. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ويضيف الرحمة التي هي النعمة والرغد والعافية والسعة وما كان من خير إليه. ليس هذا من العدل. في حالة شدة يقنط والقنوط لا يجوز، وفي حالة نعمة يضيفها إلى نفسه، هذا أمر مذموم. بل واجب على المسلم أنه في حالة الشدة يؤمن بالقدر ويضرع إلى الله ويدعوه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ويتضرعون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويثق بالله سبحانه أنه كاشف الضر وأن الأمر كله لله. وفي حالة النعمة إذا كشف الله عنه النقمة وأذاقه الله رحمة منه من أي أنواع الرحمة من بعد ضراء مسته، عافية، أمن، نعمة، غنى بعد فقر، هكذا لا يضيفها إلى نفسه بل يشكر الله على فضله. وما بكم من نعمة فمن الله. حتى النصر لا تضيفه إلى نفسك بل ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الباب معقود للنهي عن إضافة النعم إلى الأنفس، وهذا فيه عدم إجلال لله، عدم تعظيم لله. فإن النعمة أو إنما ما أنت تقول أنه أنت أحق به هذا لي، أي أنا مستحق وجدير بهذا، ليس كذلك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك الفضل من الله. لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أن يتغمدني إلا برحمة منه وفضل. فليس لك حق على الله كما هو شأن حق الإنسان. ليس للإنسان على الله حق واجب، وإنما تفضل وتكرم منه. فكان حقا علينا نصر المؤمنين كتبه على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه. أما الإنسان لا حق له على الله سبحانه وتعالى إلا ما تفضل به رب العالمين فهو فضله. فهذا الإنسان يجعل أن حقه على الله سبحانه وتعالى وأنه استحق ذلك وهو جدير به وهو أهل به. وآخر يقول إنما هذه يعني ماذا بذكاء فلان وببطولة فلان وكان ذلك أيضا بجدارته، وكان هذا كله منهي عنه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الآية يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال صحة الجسم غير ذلك، وإن مسه الشر وهو البلاء والفقر يئوس قنوط، أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير.
ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته، أي إذا أصابه خير ورزق بعد هذا ما كان في شدة ليقول إن هذا لي إن كنت أستحقه عند ربي وما أظن الساعة قائمة، أي يكفر بقيام الساعة لأجل أنه خول نعمة يفخر ويبطر ويكفر، كما ذكر الله في سورة الكهف عن ذلك الذي ضرب مثلا. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، الآية. ويكفر كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الحاصل أن هذا الباب معقود لإضافة النعمة إلى الله، وأنه لا يجوز الإنسان أن يضيف النعم إلى غير باريها ومعطيها ومسديها، بل إذا رأى نعمة يقول هذا من فضل الله، هذا بتوفيق الله، هذا كان من الله، منة من الله، وما كان من ذلك. ويقول أيضا إذا أضاف النعمة لصاحبه يقول هذا بفضل الله ثم فلان، وهكذا. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. فسر الآية أي أنا جدير به، أنا أهل لذلك. وقال ابن عباس: يريد من عندي، هذا لي أي هذا من عندي، هذا بدهائي، هذا بذكائي، هذا ببطولتي، هذا لأني بصير وقد اغتربت واكتسبت وفعلت كذا، فإذا هذا كان يعني ماذا بجهدي وبذكائي. ويضيف النعمة إلى نفسه: هذا بفضل الله ثم تيسر عن جهدي، وكان بفضل الله ثم بجهد لي بذلته، وما كان من ذلك. يضيف النعم إلى الله ثم يذكر ما كان له. هذا هو المقصود من هذا الباب، أنه ليس لك أيها العبد، ليس لنا على الله حق إلا ما تفضل به وتكرم. فإضافتك الحق هذا لي أنا حقيق به، وكأن لك حق على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز ذلك. وهذا عدم تعظيم وعدم إجلال الله سبحانه وتعالى، يخدش في التوحيد. ويأتي بقيته من حديث الأقرع والعبرس. إلى هنا بارك الله فيكم.